السلام عليكم. مؤخرا كاين واحد الضجه على واحد الجاسوس اسرائيلي في الستينات كان دخل سوريا متنكر، وواحد الضجه في هذيك الوقت، وباقي الصدى ديالو لدابا والقضيه ديالو مازال ما تسدات. هذا الشاب هذا هو إيلي بن شاول كوهين، تزاد في الإسكندرية في 26 ديسمبر 1924 في واحد العائلة يهودية من أصول سورية، بالضبط من مدينة ديال حلب. غيعيش في مصر حتى الخمسينات. إيلي كان معروف بالذكاء ديالو وبالقدرة على الهضرة بزاف ديال اللغات، منها العربية، الفرنسية، العبرية، وحتى شوية ديال الإسبانية. الحياة ديال هاد الشاب غتغير من بعد ما تصاعد التوترات بين العرب واليهود، فاش غيضطر يغادر مصر ويمشي لإسرائيل في واحد المرحلة اللي كانت الدولة العبرية كتقلب على كفاءات المهام الخاصة. الموساد غيشد إيلي كوهين، غيدربه مزيان، تدريب نفسية، استخباراتية، كيفاش يدير علاقات، كيفاش يراقب بلا ما يحس به حتى شي واحد، وحتى كيفاش يتكلم في المجالس كأنه فعلا سوري من النخبة. غيخلقوا ليه هوية جديدة اللي هي كامل أمين ثابت، رجل أعمال سوري عاش في الأرجنتين ورجع لبلادو باش يستثمر ويخدم الوطن. ومنين وصل دمشق بدات العملية الكبيرة. في أواخر سنة 1961 غيدخل إيلي كوهين لدمشق وغيكري دار صغيرة في حي أبو رمان الرا. هاد الدار كانت قريبة بزاف من السفارات، الفيلات ديال الجنرالات، وهنا بدا كيتعرف على الناس، بدا كيدير الحفلات ويعرض على المسؤولين، الجنرالات، وحتى على بعض القادة السياسيين. من الناس اللي ولاو قراب بزاف من إيلي كوهين العقيد أمين الحافظ. أمين الحافظ غيولي من بعد رئيس الجمهورية، وكان كيشوف فيه كامل أمين رجل وطني حتى النخاع. ومن خلال هاد العلاقات بدا كيعرف أسرار ثقيلة على الدولة العميقة ديال سوريا، بحال أماكن القواعد العسكرية، خطط الدفاع، ومواقع المدفعية في مرتفعات الجولان. إيلي كان عنده جهاز إرسال صغير كيدفنو كل مرة في بلاصة مختلفة، وفي الليل كيبدا يبعث به رسائل مشفرة لإسرائيل كتوصل حتى لعشرات الرسائل يوميا. كان كيرسل المعلومات بحال اللي كتكون ذهب بالنسبة للموساد، معلومات فيها تفاصيل الاجتماعات، أسماء الضباط، التنقلات العسكرية، وحتى التغييرات الصغيرة في الحكومة. توغل ديال كوهين في الدولة السورية رجعوا ناصح لكبار الحكومة في بعض الأحيان، ومن بين أخطر النصائح اللي عطاها أنه اقترح يزرعوا أشجار في بعض المناطق العسكرية بحال شي حزام نباتي، وهذيك الأشجار غادي تولي من بعد علامات بارزة للطيران الإسرائيلي في حرب 1967. في 1964 المخابرات السورية بدات كتحس أن شي جهة كتبعث معلومات للخارج، واللي زاد أكد هاد الشكوك هي معلومات استخباراتية كانت دقيقة جاتهم من مصر كتحذرهم من وجود جاسوس إسرائيلي في الأراضي السورية قريب بزاف من سدة الحكم. من وراها وبتعاون مع خبراء سوفيات جابوا أجهزة متطورة تقدر تراقب أي إرسال راديو، باش في يناير 1965 غيترصد بث جاي من حي أبو رمانة. مشاو للدار ولقاو إيلي كوهين كيهضر في الجهاز بحالة صدمة، غيتشد وغيتعرض لأقصى أنواع التحقيق والتعذيب. تحاكم إيلي كوهين قدام المحكمة العسكرية في جو كان مشحون. الإعلام السوري رجع منه خائن كبير، وخا ما كانش اعتراف كامل ولكن الوثائق كانت كافية. نهار 18 ماي 1965 في ساحة المرجع ووسط حشود من الناس تعلق إيلي كوهين في حبل المشنقة. الجثة ديالو مرجعاتش هي والوثائق، وإسرائيل بقات كتحاول بدون فائدة غتسد القضية في الستينات، ولكن رجعت تفتحات في 2025. فمن بعد نجاح الثورة السورية ونجاح الوساطة السعودية في إقناع أمريكا أنها تحيد العقوبات على الدولة السورية، من وراها بأيام قليلة تقريبا غتخرج تقارير كتقول أن الحكومة السورية الجديدة سلمت إسرائيل جميع الوثائق والأغراض الشخصية اللي كانت مع كوهين في الفترة المهمة ديالو اللي كان فيها في سوريا قبل ما يتلقى عليه القبض ويتحاكم. وهنا خرجوا بزاف ديال الناس بحسن نية كاين فيه تورط المخابرات السورية الجديدة مع المخابرات الإسرائيلية نظرا لمرجعيتها الدينية. ولكن الخبر أكدت وكالة رويترز في 20 ماي فاش قالت أن مصدر أمني كبير في القيادة السورية كان حاضر في المحادثات السرية بين سوريا وإسرائيل. قال باللي الأرشيف تعرض على إسرائيل كمبادرة سورية لبناء الثقة مع القيادة الإسرائيلية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو براسو غيعلن على جلب الموساد لأزيد من 2500 وثيقة وصورة وأغراض شخصية من سوريا العميل للموساد
إيلي كوهين. وزاد أكد أن العملية وقعت ما بين المخابرات الإسرائيلية وجهاز مخابرات آخر بلا ما يدخل في تفاصيل كثيرة. من أهم الممتلكات اللي كانت حبيسة المخابرات السورية كنلقاو سوارت ديال البارتما ديالو في دمشق، باسبورات مزورين، تصاور في سوريا، وبعض اللقطات مع كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين السوريين في ذاك الوقت. ولكن أهمها كانت الوصية اللي كتبها قبل ساعات فقط من الإعدام ديالو، اللي كتب فيها وهو متأثر: إلى زوجتي نادية وعائلتي الحبيبة، أكتب إليكم هذه الكلمات الأخيرة وأطلب منكم أن تكونوا على صلة دائمة مع بعضكم. أرجوك أن تسامحيني يا نادية، وأن تهتمي بنفسك وبالأولاد وتحافظي عليهم وتثقفيهم تثقيفا كاملا، وألا تحرمي نفسك أو تحرميهم من أي شيء، وكوني على صلة دائمة مع أهلي. يمكنك الزواج من غيري حتى لا يكبر الأولاد بدون أب، ولك كامل الحرية في ذلك. أرجوكم ألا تضيعوا وقتكم بالبكاء على الماضي، انظروا دائما إلى المستقبل. وهذه آخر قبلات لي أوجهها إليك وإلى صوفي وإيريس وشاول وإلى جميع أفراد العائلة. إليكم جميعا أحر قبلاتي والسلام. في آخر القصة إيلي كوهين ما كانش مجرد جاسوس، بل كان مشروع دولة كبير خضع نظام وحفر في لب البنية السورية العسكرية وخلى آثار دامت الأجيال. ولكن في النهاية حتى الأقوى والأذكى كيفشل بعض المرات وكيحصل. هنا غنكونوا سالينا. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوناش بشي تعليق ولايك الفيديو، وما تنساوناش بشي اشتراك في القناة، هادشي كيخلينا نكملوا ونديروا فيديوهات جداد. شكرا لكم بزاف، نتشوفوا في فيديو آخر إن شاء الله.